أهلا بيكم مرة أخرى في بودكاست نبضة وعي. في الحلقة اللي فاتت فتحنا مع بعض صندوق الذكريات وحكينا عن الرسائل اللي عمرها ما وصلت، واتكلمنا عن وجع الكلمات اللي بتتحبس جوانا، وعن أهمية إننا نقول اللي في قلوبنا قبل فوات الأوان. كتير منكم بعتلي وقالولي إن الحلقة لمستهم جدا، وده شيء أسعدني، وإنهم فعلا حسوا بالندم على كلمات ما اتقالتش. لكن السؤال الأهم اللي اتكرر كان طب نعمل إيه؟ أنا بخاف، بتكسف، أو مش بعرف أبدأ إزاي. عشان كده حلقة النهاردة هي الإجابة على السؤال ده. النهاردة مش هنتكلم عن ليه، هنتكلم عن إزاي نحول النية لفعل، وإزاي نكسر حاجز الصمت من غير خوف أو تردد. مش بالنصايح، ولكن بقصص حقيقية لأشخاص قرروا يكسروا حاجز الصمت. أول خطوة علشان نحل أي مشكلة هي إننا نعترف بوجودها. كلنا بنخاف من الرفض، وبنخاف إن إحنا ننتقل على اللي قدامنا، وبنخاف إن كلامنا يتفهم غلط. الخوف ده شعور طبيعي جدا، لكن المشكلة مش في الخوف نفسه، المشكلة في إننا نسمح للخوف ده إن هو يسيطر علينا ويمنعنا. عايزك تسأل نفسك سؤال: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو عبرت عن مشاعرك؟ هل الشخص ده هيرفض حبك؟ يمكن. هل ممكن يتجاهل اعتذارك؟ وارد. لكن في سؤال تاني أهم: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو فضلت ساكت؟ الإجابة الأكيد هي الندم. هتفضل عايش مع سيناريو يا ريتني قلت، والندم ده وجعه أكبر بكتير من وجع الرفض المؤقت. الرفض بيوجع لحظة، لكن الندم بيعيش معاك عمر بحاله. لما تفكر بالطريقة دي هتلاقي إن التعبير عن مشاعرك بكل مخاطره هو أهون بكتير من ألم الصمت الأبدي. وده أول خطوة، هي إنك تاخد القرار: ألم المحاولة ولا ألم الندم؟ خلوني أحكي لكم عن قصة سارة كانت بتحب زميلها في الجامعة من بعيد لبعيد لمدة 3 سنين. كانت بتخاف تعترف له بمشاعرها، وكانت بتقول لنفسها أكيد هيرفضني أو هيبصلي بصة وحشة. الخوف ده شلها تماما. في آخر يوم في امتحانات التخرج قررت إنها مش عايزة تعيش حياتها مع سؤال ماذا لو. كتبت له رسالة طويلة على الموبايل قالت فيها كل اللي في قلبها بصدق، وفي آخر الرسالة كتبت: أنا معرفش رد فعلك هيكون إيه، بس كان لازم أكون صادقة مع نفسي. لو مش بتبادلني نفس الشعور أنا هحترم ده جدا. وضغطت إرسال وهي مغمضة عينيها. إيه اللي حصل؟ زميلها رد عليها برسالة قال فيها إنه متفاجئ جدا، وإنه بيحترمها وبيعتبرها صديقة عزيزة، لكنه مش شايفها أكتر من كده. هل سارة زعلت؟ أكيد، لكنها بتقول إن الزعل ده استمر شوية بس. بعدها حست براحة غريبة، راحة إنها قفلت الموضوع ده للأبد، وما بقاش في أسئلة معلقة في دماغها. وهي بتقول: وجع الرفض كان أهون 1000 مرة من عذاب التفكير. هي بتقول إن مجرد المحاولة في حد ذاتها بالنسبة لها كانت انتصار على الخوف. طيب إزاي نحاول زي سارة؟ مش كلنا عندنا نفس الجراءة أكيد، عشان كده في طرق مختلفة ممكن نعبر بيها. يعني لو أنت كنت شخص خجول، الكتابة هي أعز صديق ليك. قوة الرسالة المكتوبة لا يستهان بيها. ممكن تكون رسالة واتس طويلة وصادقة، أو إيميل، أو حتى جواب مكتوب بخط الإيد. الكتابة بتديك فرصة إن أنت ترتب أفكارك وتختار كلماتك بعناية من غير ضغط. في قصة تانية حابة أقولها، قصة شاب اسمه أحمد ده كان على خلاف كبير قوي مع والده لشهور. كل ما يحاولوا يتكلموا الحوار بيتحول لخناقة. أحمد قرر إن هو يكتب لوالده جواب طويل، مش رسالة واتس، جواب يعني على قديمه كده، جواب ورقي. كتب فيه كل اللي بيحبه في أبوه وكل الذكريات الحلوة اللي بينهم، وفي الآخر شرح له سبب زعله. تاني يوم والده دخل الأوضة عليه، وفي عينيه دموع، وحضنه من غير ولا كلمة. الجواب المكتوب كسر كل الحواجز اللي الصوت العالي بناها. أحيانا التعبير مش لازم يكون بالكلام، ممكن يكون بفعل بسيط بيحمل كل المعاني اللي انت عايز تقولها. تعالوا ننتقل مع بعض لقصة تالتة، قصة نورهان كانت حاسة ان علاقتها بزوجها بقت باردة قوي وروتينية. بدل ما تشتكي قررت تبدأ بنفسها. وفي يوم عادي جدا وهو راجع من الشغل كانت مجهزة أكلته المفضلة ومشغلة أغنية هو بيحبها. هو دخل البيت واستغرب وسألها هو إيه المناسبة. ردت عليه بابتسامة: مفيش مناسبة، بس وحشني إن احنا نقعد مع بعض زي زمان. الليلة دي اتكلموا وضحكوا زي أيام الخطوبة. فعل بسيط فتح باب كبير من المودة اللي كانت مدفونة تحت الروتين. مش لازم تبدأ بأكبر اعتراف في حياتك.
ابدأ بخطوات صغيرة عشان تدرب عضلة التعبير عندك. كريم ده بقى كان شخص انطوائي جدا، كلمة شكرا كانت بالنسبة له تقيلة قوي قوي على لسانه. بدأ يتحدى نفسه تحديات بسيطة، مرة يشكر عامل الدليفري ويبص في عينيه، ومرة يبعت رسالة لزميله في الشغل يقوله شكرا على مساعدتك النهاردة. بدأ يعمل حاجات صغيرة. كريم بيقول إنه في الأول كان بيحس بإحراج شديد جدا، لكن مع الوقت الكلمات دي بقت تطلع منه بتلقائية، وشاف إزاي إن الكلمات البسيطة دي بتغير يوم الناس اللي حواليه، وده شجعه إن هو يعبر عن مشاعره بشكل أكبر وأعمق. قصص سارة وأحمد ونورهان وكريم بتثبت لنا حاجة واحدة بس، إن الخطوة الأولى هي دايما بتكون الأصعب لكنها الأهم. وعلشان نحول الكلام ده لفعل حقيقي، عندي ليكم تحدي الأسبوع. التحدي ده هو تحدي بسيط جدا، اختار شخص واحد بس وطريقة واحدة بس من اللي اتكلمنا عليهم النهاردة، ونفذها خلال ال7 أيام الجاية. اكتب رسالة زي أحمد، أو اعمل فعل لطيف زي نورهان، أو ابدأ بخطوة صغيرة زي كريم. المهم إنك تاخد خطوة. ما تستنوش اللحظة المثالية علشان تبدأ، لأنها مش هتيجي. اصنعوا انتوا اللحظة دي بنفسكم. أشوفكم في حلقة جديدة وانتم قلوبكم أخف وعلاقاتكم أقوى. دمتم بخير.